السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم عالم المعرفة دروس جامعية. أدعوكم في الأول بالاشتراك على القناة والضغط على زر الجرس والضغط على تلقي الإشعارات كل جديد. أيضا زيارة موقع يوتيوب وتحميل تطبيق أندرويد تلقي الإشعارات بكل جديد في الموقع. إلى الشرح. درسنا اليوم هو في المصفوفات أو ما يسمى بليماتريس باللغة الفرنسية. إذن درس المصفوفات هو درس سهل جدا في ما يسمى بالجبر. هو درس لأصحاب الجامعات أو شعبة العلوم الرياضية في البكالوريا. إذن هو درس يعتبر من الأساسيات الضرورية، والتي يعتبر أدوات لاستعمالها في العام الثاني جامعي، أو لاستعماله في أمور كثيرة، من بينها الميكانيك كوانتيك أو ميكانيك الكم، نستعمل فيه المصفوفات. في البداية سنقوم بتقديم من أجل تعريف ما معنى مصفوفة. المصفوفة عادة ما نرمز لها ب M N L. M هو اختياري، يمكنك أن تختار أي رمز. M نسبة إلى ماتريس هنا، ما يميز هذا الماتريس هو N و L. ما معنى N و L؟ N هو نومبر دي ليني، أي عدد الخطوط الأفقية، و L هو نومبر دي كولون، عدد الخطوط الموجية. إذن هنا في نقطة بين الخطوط الأفقية والخطوط العمودية يكون لدينا ما يسمى بعدد، يكون هناك رقم ينتمي إلى R، رقم ينتمي إلى R. هذا الرقم عادة ما نرمز إليه ب ANL، تعبر عن إحداثيات الرقم، وليس هنا في الأول لدينا ماتريس المصفوفة، هنا لدينا عدد الخطوط وعدد الأعمدة. هنا بالنسبة للرقم فهو إحداثياته في المصفوفة. كيف ذلك؟ في البداية هذا الرقم الذي نعبر عنه ب ANL ده عادة ما ينتمي إلى R، مجموعة الأعداد الحقيقية وليس الصحيحة الطبيعية. R ماذا يساوي R؟ هي جميع الأعداد من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، قد تكون سالبة أو موجبة على شكل كسر، أي عدد يمكن تخيله يمكن أن نجده هنا. إذن هنا مثلا سنعتبر هذا الماتريس. لدينا هنا عدد الأعمدة 1 2 3 1 2 3، هنا إلى غاية N الذي اخترناه، وهنا إلى غاية L الذي اخترناه بالنسبة للمصفوفة. سنقوم بتقديم مثال بعد قليل، بعد الشرح العام. هنا إحداثيات العدد الذي لدينا هنا. مثلا ما هي إحداثيات العدد الذي سنجده في هذه النقطة؟ إحداثيات العدد الذي سنجده في هذه النقطة هي A. نبدأ برقم الرقم الأفقي الذي هو 1 في هذه الناحية، 1. هنا A1 2 A1 3 إلى غاية A1 L. هنا أيضا أو A2 1 A2 2 A2 3 إلى غاية A2 L، وهكذا نقوم بتحديد إحداثيات أي عدد في المصفوفة. كمثال هنا example أو مثال example مثال. مثلا لدينا المصفوفة 2 2، نرمز لها أيضا عندما يتشابه العدد الخطوط الأفقية أو لليني والعدد الخطوط العمودية لكولون، نرمز له بهذه الطريقة. ماذا هذا الرمز؟ أي لدينا عدد
يعني الخطوط الأفقية يساوي عدد الخطوط العمودية. إذن كم يساوي؟ يساوي مثلا سأحدده يعني 1 2 3 4. لاحظ معي هنا لدينا يعني خطوطين أفقيين يعني دو ليني، وهنا يعني لدينا خطين عموديين، إذن هنا لدينا دو كولون. إذن ما هي إحداثية العدد 1 في هذه المصفوفة؟ إحداثية العدد 1 هي 1 1. ما هي إحداثية العدد 4؟ هي 2 2. ما هي إحداثية العدد 3؟ هي 2 1. ما هي إحداثية العدد 2؟ هي 1 2. يعني في الخط الأول والخط الثاني والعمود الثاني. يعني هذا هو تعريف المصفوفة بكل يعني بساطة. الآن سننتقل إلى العمليات في المصفوفة. سنبدأ يعني بأول عملية يعني سهلة، وهي الجمع. إذن عملية الجمع، إذن نقوم بعملية الجمع. ما هو شرط عملية الجمع؟ من بين يعني شروط عملية الجمع هو أن تكون المصفوفات، يعني إن كنا نريد الجمع بين مصفوفتين M N و B N، يجب يعني M هنا سأرمز له ب M، يجب أن يكون يعني إن كنت أريد الجمع بين MN و BM يجب أن يكون يعني هذا العدد، عدد يعني الخطوط وعدد الأعمدة، يجب أن يكون نفسه. لماذا؟ مثلا سأقدم يعني مثال بدون إطالة يعني في الشرح العام. مثلا لدينا M2 و B2. هنا يجب أن يكون لدينا نفس يعني ماذا تساوي B2؟ هي B2 وماذا تساوي M2؟ هي M2. يعني يجب أن يكون يعني عدد الخطوط في المصفوفة الأولى أو المطخس الأول والمطخس الثاني يجب أن يكون نفس عدد الخطوط ونفس عدد الأعمدة. إذن سنقدم مثال. مثلا M2 تساوي، إذن كم عدد يعني الخطوط الأفقية؟ لدينا 2. إذن لدينا 2 هنا بدون يعني رسم الخطوط. مثلا سنقوم بهذا المثال فقط 1 2 3 4. بالنسبة لبي 2 سأختار مثلا المثال التالي تساوي 4 3 2 1 مثلا، يعني مجرد أمثلة. هنا سأقوم بالجمع بين M2 زائد B2. يعني الجمع هنا يعني الجمع متاح. لماذا؟ وسأقول لماذا يعني يمكننا الجمع بين هذين المطخسين، يعني هذين المصفوفتين. لأن الجمع يعني يتمحور في أن تجمع العدد الأول ذات الإحداثيات 1 1 مع العدد الثاني ذات نفس الإحداثيات. يعني في هذه الحالة لدي 1 زائد 4. يعني الجمع سهل جدا. إذن بشرط أن يكون لديك نفس عدد يعني الخطوط الأفقية ونفس عدد الخطوط العمودية. لماذا؟ لأنه لو لدي مثلا يعني مطخيس بهذا الشكل، يعني سأقوم بالجمع في الأول. 1 زائد 4 يساوي 5. 2 زائد 3 يساوي يعني نفس عدد 5. 3 زائد 2 يساوي 5، يعني يعطيني 5، يعني لها من الصدفة. إذن M2 زائد B2 يساوي يعني المصفوفة التالية. لنعتبر مثلا هذه المصفوفة M2 زائد B2 1. إذن ما هو B2 1؟ هو يعني هي مصفوفة لديها يعني خطين أفقيين يعني دو ليني،
يعني دو ليني لديها خطين أفقيين وعمود واحد. إذا هنا لدينا يعني الخط الأول والخط يعني نقطتي تلاقي فقط. إذا نقطتي التلاقي هاتين يعني ذات الإحداثيات، مثلا الإحداثيات الأولى هي A1 1 وهنا لدي A2 1. بالنسبة لM2 فهي يعني مصفوفة على هذا الشكل. يعني يمكن الجمع بين A1 1 في المصفوفة الثانية و A2 1، لكن لا يمكن الجمع بين يعني هاتين النقطتين لأنها لا تتواجد في المصفوفة الأولى. إذن من الضروري في الجمع أن تكون يعني المصفوفات يعني لديها نفس الخطوط ونفس الأعمدة، يعني le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. يعني في الفيديو التالي يعني الذي سيلي يعني ستجده يعني في قائمة التشغيل فور يعني تسجيله، والذي سيظهر يعني عنوانه في أمامك الآن في الفيديو، أو ستجده في الوصف إن كنت تستعمل يعني الهاتف، لأن يعني الروابط لا تظهر بالنسبة للهواتف على شاشة الهاتف، ليس ذلك متاحا حتى الآن. إذن يعني سنتطرق إلى الضرب، والضرب يعني أصعب قليلا من الجمع. إذن إلى ذلك الحين أتمنى يعني التشجيع يعني بالضغط على زر لايك لهذا الفيديو، ويعني الاشتراك في القناة إن لم تكن مشتركا، والضغط على زر الجرس. أيضا يعني زيارة موقعنا على الويب وتحميل تطبيق أندرويد من أجل التوصل بكل جديد. شكرا وإلى اللقاء.